هل الله جل الله يعلم بحالك؟ هل الله عالم بحالك ويرى دعاءك وقدر عليك ما أنت فيه؟ الجواب نعم. إذن اجعل الله يدبر لك خير الدنيا والآخرة. وابذل السبب. لا حرج في المرأة أن تذهب ليس للخائن كالذي ساومها على عرضها، وليس لذاك الذي يسمي نفسه راق وهو فاسق يمس النساء بيده ثم يراودهن، هذا مجرم. وأقول للفتيات العوانس وليس هناك عانس، امرأة قدر الله زواجها والمرأة الثانية ما قدر الله زواجها، ما في شيء عانس. أقول اذهبي إلى زوجة ذاك الرجل، لا تذهبين إليه مباشرة. فالمرأة لا يسوغ لها أن تتصل برجل ولو كان موثوقا ولو كان من كان تقول أريد زوجا، لكن ترسل أخته، ترسل زوجته، تكلم أمه فيبحث لها. هذا من السبب. فإن لم يكتب الله لك الزواج فتفاءلي أن الذي يعدك الله به عند لقائه أعظم من فرحتك بطفل أو فرحتك بزوج تضمك وإياه بيت الزوجية. أكثري من الدعاء. والبعض يقول استغفرت يا شيخ شهرين وما تزوجت، لأنك تستغفرين لكي تتزوجي. والمغفرة والاستغفار هو طلب المغفرة. استغفروا بنية طلب المغفرة. لا حول من معانيها لا يتحول الأمر من شيء إلى آخر إلا بقوة الله. أكثري من لا حول ولا قوة إلا بالله. واعلمي أن لو بكيتي عند الرقاة وبكيتي عند الخطاب والخاطبات لا يقدمون لك شيئا الله ما كتبه. فالله يعلم، الله قريب. يا أختي، المرأة التي اشتكت وأتت تجادل عن زوجها وتشتكي إلى الله كانت عائشة رضي الله عنها بجوارها ما استمعت إلى شكواها، لكن الله قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فاشتكي إليه وكوني قريبة. وبعدين شكوانا مع الله ليس معناه يقول يا ربي إلى متى؟ لا تقنط. يا ربي أنت الحكيم، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذنون هل قال أخرجني من البحر؟ أعلن التوحيد وأقر بذنبه. لا إله إلا أنت سبحانك، نزه الله، وحد الله، نزه الله، اعترف بذنبه وما سأل فأعطاه الله سؤله لأنه هو العليم السميع القريب.